حضر إلينا المواطن عدنان أسد وبلغنا بعملية خطف ابنه حسن أسد، وطلب فدية مالية مبلغ $5000، بعدين وصلت $2500، وتم دفع الفدية المالية، وتم عودة ابنه حسن أسد. ونتيجة البحث والتحري والتحقيقات مع ابنه حسن أسد تبين أنه عملية خطف مفبركة حصولي على أموال نتيجة خسارتها على مواقع المراهنة على الإنترنت. مراهنات بشكل عام. أيوة. بشكل عام. كنت هون بخربتين. حملت حاله وطلعت على الاتجاه اللاذقين، وبعدين صرت عم راسه. بس عم تراسته بأكثر من لهجة. من لهجة إنه إدلبي أو ديري بدوية أو لهجة بدوية. طلبت مبلغ مالي. تمام. ايش قد المبلغ طلبته أول مرة؟ 5000. 5000. بعدين نزلت على هم آخر شيء توصلنا مبلغ $2500. إن من آثار عمليات الخطف المفبركة هي زعزعة الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية، مما يؤدي إلى نشر الخوف والذعر وفقدان الأمان بين الناس.